هلا وهلا، صباح الخير. الجو اليوم يوسف كلمني، أتوقع في ملابس نشرناهم برا لازم أدخلهم، ومو برد يعني ما أدري ليش حسيت الجو برد، بس تعرفون الرطوبة اللي قبل المطر هذه اللي بتنحش المطر، بس يعني إن شاء الله ينزل دفتين مطر ونستانس في الجو. فأمس لما نزلت الفيديو الفيديو اللي قبل هذا قلبي فريولي you guys. من أكبر لحظة في حمرة بأسناني. يمكن أكبر insecurity ولا أكثر شيء ولا من أكثر الأشياء اللي تهز ثقتي في نفسي بشرتي. وما أدري ليش لما رحت سويت الجلسة وقبلها كذي خلص حاطة في بالي إن أنا راح أصور البروسس عشان أشارككم عشان يكون مفيد. يعني ما أبي أروح أسويه وبعدين أرجع أقول لكم ترى البشرة تقشرت، لأن أحس ما راح أقدر أوصف الوضع اللي بشرتي كانت فيه. بعدين لما جيت بنزل الفيديو قلبي طاح، قاعد أقول حق يوسف مو متأكدة أبي أنزله، مو متأكدة عندي ثقة كفاية إني أنا أحط وجهي بهاي الشكل على الإنترنت. بس I'm glad إني نزلته. كذي كل التحديات هاي السنة قاعدة تطلع. قمت اليوم سويت شعري، حطيت ميك اب، حطيت ايلاينر واي شادو. الايلاينر نصه مخبوص بس عادي. هالفيديو بوريكم الروتين اللي كنت استخدمه الاربع خمس ايام من لما سويت الجلسة. شنو بعد بوريكم؟ عندي 2 packages، واحد منهم هني ابي اوريكم اياه. تذكرون قلت لكم شريت هدية عيد ميلادي حق نفسي؟ أدري إنه ما عيد ميلادي بس انهيار. فتحت البوكس أمس ما قدرت أنطر. فتحته، الدليفري كان وايد سريع، DHL وايد أحبهم، وايد سريعين. فيا بوريكم شنو اخترت حق هديتي. فالباكج اللي راح يوصل اليوم أتوقع من فوغا كلوزت. طلبت جمبرز كذي إن شاء الله ما يغززون. I'll update you، لأن إذا يغزز برجعه، إذا ما يغزز بقول لكم وكلنا نقدر نلبس كوزي جمبرز ما يغززون. وطلبت شوز، أتوقع طلبت بوتس like biker boots. حسيت أبي تعرفون، خل أوريكم actually الأوتفيت. المفروض أحط معاه حزام عشان يصير كذي كرابت. تعرفون لما اللوك يكون كذي وتحسون إنه ناعم وبعدين تحطون معاه بوتس؟ أحب هذا اللوك. فإن شاء الله يطلعون حلوين. أول مرة أشتري بوتس أونلاين، من زمان مو مشترية بوتس لأن ما رحت مكان بارد. أول شي بسويه بدخل الملابس just in case. قبل ما أقعد أوريكم شنو اشتريت حق نفسي، أبى أقول لكم إن الجمبر هاي it's a really good buy. حطيته بفيديو قبل من نمشي، شريته، بحط لكم اللينك حقه، يجي مع نفنوف ويا التنورة هاي من H&M. وخل نبدأ. طيب، كنا شعري كان وايد ويفي وطلعت برا والرطوبة باليون. اوكي ما بطول عليكم، ابى اوريكم الشوز، بس قبل ما اوريكم اياه ابى اقول لكم ان خاطري فيه من زمان. يعني ايش في شعري؟ اوكي، يعني كنا مسافرين اتذكر من سنتين تقريبا، يمكن اكثر الحين، وشفتهم وقايستهم. ودائما لما اقايس شوز يكونون ديزاينر اكتب قياسي واكتب نوع الشوز واكتب سايز الكعب، عرفتوا إنه شنو طول الكعب، عشان إذا حصلته أونلاين وإذا كان عليه سيل مثل الشوز اللي اليوم شريته ما أتوهق وأشتري القياس الغلط وبعدين أزعل. بس لما شفتهم قبل سنتين قلبي كان في الستايل الثاني، بحط لكم صورته هني اللي هو اسمه هنقيسي، أتوقع كذي يقولونه. بعدين مع مرور الوقت حسيت إن ستايلي قاعد يصير أكثر كلاسيك، أكثر كاجوال شيك، مو كذي سباركلي ولويا. فقررت أشتري الستايل الثاني. الويب سايت اللي شريت الشوز من عنده هذه الفاتورة اسمه لويزا بيروما، قلت لكم عنه قبل. وفجأة كنت داخلة على الموقع وشفت إن عندهم ديسكاونت ولا مسوين تنزيلات لمدة ساعة بس، وكان 30% off على كل شيء. كذي شكل البوكس، قياسي 37. I'm so excited. هذا الشوز اللي اخترته، لونه كحلي،
قماشة. هذا هو الشوز اللي اخترته، قماشة مخمل. It's like suede. السويد مخمل؟ I don't know. المهم، ولونه كحلي وما عليه أي هاردوير، ما عليه أي حديد ولا جولد ولا سيلفر ولا شيء. الكعب مو وايد عالي. بحط لكم اللينك حق بالضبط نفس الشوز ونفس قياس الكعب. الشوز هاي في منه نوعين، في اللي في المسكة هذه اللي ورا، وفي بدون المسكة. بس أنا أحب شيء يكون كذي كأنه protective، أحس إنه يمسك ريولي، أحس إني ما بتزحلق. I don't know. بس وايد استانست لما شفتهم بالصج. تعرفون مراتين لما تشوفون أشياء أونلاين وتحسون إنه أوه ماي جاد وايد حلو، بعدين يوصل it's like العكس صار مع هذيلا. يعني يمكن وجهي مو وايد متحمس لأنه لا وايد متحمس. أمس فتحتهم، ما قدرت، أمس وصلوا وفتحتهم وجربتهم. بوريكم شلون شكلهم في اللبس و I'm so excited. وايد سريعين، فأخذ أقل من أسبوع، ومع الديسكاونت يعني أبدا سعره مع الشحن طلع 600 وما دفعت أي شيء جمارك، يعني كان شامل الجمارك. بعد لما تطلبون من لويزا في روما يجي مع هاي التاج على القطعة، فإذا قصيتوه ما تقدرون ترجعونه. إذا ما قصيتوه ومثلا القياس مو صح ولا whatever تقدرون تبدلونه وترجعونه. ويا القياس اللي أنا خذيته 37، قياسي أنا أصلا 37، والقياس ممتاز يعني it's perfect على ريولي. شوية شلون أشرحها، إذا ريولكم أعرض راح يكون أريح which is weird، لأن عادة الشوز اللي يكونون كذي مبوزين من قدام ولا مسكر وايد ولا very angled ولا very narrow يحسون إن إذا ريولكم عريضة لازم تاخذون قياس واحد أكبر. بس أتوقع إنه ما لازم، ما أدري إذا عندهم half sizes، بس في وايد مساحة خاصة في العرض مال الشوز. فخل أوريكم شلون شكلهم. كان خاطري هم في الجراي ولا البيج، أحس إنه يناسب ملابسي، بس ما أدري، هذا أخذ قلبي، شلع قلبي. وايد مستانسة عليهم. اوكي، هذا المقص، خلينا نقص التاج. ممتازين. ليش وايد زومد ان؟ دقيقة. اوكي احسن. خلينا نقصه عشان اقدر البسهم. I'm so excited. باخذ لفة وجهي. ممتاز. في حد مثلي ولا بس أنا أحس ريولي اليمين أعرض من ريولي اليسار، ولا يتهيألي؟ لأن أحس ريولي اليسار أحس إنه في جاب، يعني هني أحس إنه في شوية مساحة، بس ريولي اليمين أحس إنه لا، أحس إنه it's so fit. so ما أدري، بس I'm so happy. وايد مستانسة، وايد. قاعدة أحاول أذكر نفسي أخذ الفيتامينز. خلينا نروح ناخذ فيتامينز. مو بس فيتامينز، الريفيتا لاش مالت الرموش، لأنه وايد كان نافعني وما أدري ليش صرت وايد كسولة في الموضوع. بقول لكم شنو هم الفيتامين. ما أبي أقول لكم إن هذا أحسن شيء في الحياة، هذا اللي أنا حسيته ناسيتن حق شعر، فيتامين حق ومن. الكولاجين مالي مخلص، بس البراند اللي قلت لكم عن الكركم اللي أشربه actually لازم أطلب لأنه باقي نتفة، فبطلب من عندها الكركم. هي رسالتي كولاجين شوز، فكل الفيتامينز اللي أخذهم كأنهم حلاوة they're gummies. وايد ناس ما يحبونهم مثل ماما، تحس إنه وايد سكري. أنا أحس إنه وايد سكري، بس إذا أقسمهم I don't mind it لأن أحب. هذيل الاثنين خذيتهم من iHerb، بس أتوقع هذا موجود في نفس البزنس Inside Out Beauty. هذيل حلوين، هذا مو وايد حلو بس يعني دوا صح. على فكرة، واحدة من الأشياء اللي فادتني مع كتاب السماح بالرحيل، بعدني قاعد أسمعه، قلت لكم قاعد أسمعه أوديو بوك بالإنجليزي. سوري في شعرة وينها؟ أوكي، قلت لكم قاعد أسمعه بالإنجليزي، ولكن في أيام يكون فيني كذي مشاعر مو أوكي، ولا أكون متضايقة ولا ضايق خلقي ولا متلوعة ولا معصبة. المهم، فاللي عنده الكتاب بقول لكم عن شيء أنا أسويه، أروح للفهرس وأشوف شنو الشعور اللي أنا حاسته، يعني حاسة بالخوف، حاسة بالفخر، حاسة بالسلام،
حاسة بالغضب، حاسة بالأسى، حاسة بالاكتئاب، لا مبالاة whatever it is. فلما يكون عندي مشاعر كذي أدخل على الفهرس وأشوف شنو الإحساس اللي أنا حاسته وأسمع الجزء هذاك specifically. وايد يساعد، وايد يحط الأشياء كذي في perspective. فاللي عندها ولا عنده الكتاب وايد أحس إنه يساعد لما نتعامل معاه بهاي الطريقة، لأن أدري وايد ناس قالوا إنه قروه مرة ومرتين وثلاثة، وأحس إنه ممكن لأن كل مرة نسمع المعلومات فيها أتوقع راح نفهمها بطريقة مختلفة، بس مرات يكون صدق ضيق خلقنا وما نعرف شو نسوي في نفسنا، وهذه الحركة وايد ساعدتني. فبكمل شغلي، أشوفكم بعدين. الجو وايد حلو، صح رطوبة، وبفسخ الجامبر الحين، بس ممكن نطلع نتقهوى. عندي ميتينج بالبيت الساعة 5، فما أدري إذا يوسف له خلق بعد الدوام على طول نروح نتقهوى مكان. That will be nice. بما أني بشارككم شنو السكين كير ولا روتين عناية البشرة اللي كنت أستخدمه لما سويت الديرمابان، خل أقول لكم بس كذي مختصر ليش سويت الديرمابان، شنو هو الديرمابان إلى آخره. الله يسلمكم، بشرتي فيها حبوب من لما أنا عمري ما أدري تينيجر. فأول مرة سويت الرؤاكيتان ولا خذيت كورس رؤاكيتان يبيله وصفة طبية ووايد مركز ووايد قوي، ومثل كل شيء بالحياة كل شيء عنده آثار جانبية، فما ينوصف حق أي حد بسهولة، ولازم تسوون فحص دم قبل ما تاخذونه وأنتوا قاعد تاخذونه. وايد ناس ما تحب تاخذها، وايد ناس خذتها، وايد ناس فادتهم، وايد ناس اضطروا ياخذون بعدها بكم سنة مرة ثانية رؤاكيتان، وأنا واحدة منهم. فخذيته لما كنت في الجامعة، وبعدين خذيته مرة ثانية لما كان عمري 30. فأول مرة خذيت فيه رؤاكيتان كنت بالجامعة، خلصت الكورس ووقفوا الحبوب، بس كان في آثار. ما أتذكر صراحة كيف كنت أتعامل مع الحبوب، ما أتوقع كنت أتعامل معهم بطريقة زينة، لأن العلامات كانت وايد قوية على خدودي. طيب الحفر كانت صغيرة بس شوية عميقة، فكل ما أحط ميك اب كان يبين أكثر، وأنا كنت أحس إنه هو كان يبين أقل، بس you know. فرجعت من الجامعة، رحت عند وايد دكاترة، رحت سويت وايد جلسات، اشتريت وايد كريمات، اشتريت وايد برودكتس تقشير. ما كنت فاهمة شنو الطريقة الصح ولا شنو صاير بالجلد بالضبط عشان أنا أقدر أحل المشكلة ولا أعالج الوضع اللي كان صاير. عموما قبل سنة ونص تقريبا رحت عند دكتور حازم استشارة، وشفت شغله على الانستغرام مع كل التجارب اللي راح أنقلها حقكم. أنا أقول لكم تجربتي أنا الشخصية، ففي وايد تريتمنتس أنا ما جربتها بهاي العيادة، يعني ما جربت أسنان، ما جربت ليزر، ما جربت فيلر، ما جربت بوتوكس. الشيء الوحيد اللي جربته اللي هو الديرمابان، وايد نفعني، ولأني صار لي صدق يعني أكثر من 10 سنين 15 سنة أنا قاعدة أحاول أعالج بشرتي، فلما حصلت الحل وشيء صدق نفعني، عشان كذي قاعد أقول لكم، عشان كذي قاعد أدور الجرأة إني أنقل لكم كل شيء. لما رحت عنده أول مرة قال لي لازم نسوي شيء اسمه سبسيشن. السبسيشن شنو؟ basically إذا الجلد كذي وهني في حفرة، فمن هني في مثل فايبرز يسحبون الجلد على تحت، وهي اللي تسوي الحفرة، عرفتوا؟ فهو يدخل مثل أداة ما يعور أبدا، يعني لما أشرحه صوته مخيف بس ما يعور أبدا. يدخل مثل أداة تحت الجلد، تحت أول طبقة من الجلد، وبيسكلي يفكك الفايبرز اللي ماسكين الجلد على تحت. طيب هذه أول جلسة سويتها. بعد ما سويت السبسيشن أتوقع انطرت أسبوعين، وبعدين رحت حق أول جلسة ديرمابان. فالديرمابان شنو يسوي؟ ما قدرت أصور الصراحة لما رحت، يعني it's awkward، وما أدري ليش ما صورت، بس ما قدرت. بس basically وجهي أروح بدون ميك اب، تنظف وجهي الاسيستنت، وبعدين تحط عليه كريم اللي هو النامينج كريم عشان ينمل البشرة عشان ما أحس بالألم. تحطه تقريبا 10 دقايق، وبعدين هو يمسك شيء مثل القلم، literally مثل القلم، ومتوصل بجهاز، وراس القلم هاي فيه إبر، فهم يغزون الإبر كذي مثل الديرما رولر، فيغز الإبر ويحطون السيروم اللي هو ستيم سيلز.
ما كل حد يستخدم الستم سيلز لما يسويه، بس الستم سيلز على أساس إن هي تسرع مفعول ولا تزيد مفعول الجلسة. فكل مرة سويتها مع الستم سيلز، بيحطون السيرم يغز يغز يغز، ما يعور يعني ثرو الجلسة وأنا قاعدة ما يعور أبدا. أم يعني ياخذ 10 دقايق يمكن أقل، يركز على الأماكن اللي صج فيها حفر، وأحس المسام هم يصغر، مو بس إن الحفر قاعدة تعالج، أحس المسام شكله أصغر، والبشرة in general it's smoother. المهم قاعد أسبق الأحداث. فيسوي شو اسمه، يخلص، حطولي فيسدين أتوقع، وطلعت. ويقول لي إن لا تطلعين بالحرارة، لا تقعدين، يعني ما أحط وجهي بالجدر. أنا أطنز لما أقول لا تطبخين، بس إنه لا تحطون، يعني ما أفتح الفرن وايد قريب منه، you know what I mean، بس إن نحافظ على البشرة، ما أتسبح بماي حار. أنا أحاول ما أغسل شعري أصلا اليوم اللي بسوي فيه، واليوم اللي بعده أحاول أتجنب إني أغسل شعري، عشان الماي وعشان الصابون وعشان الشامبو whatever، لأنها تعتبر جروح، عرفتوا، فما أبي أذيها. هالمرة سويت الجلسة المساء، فكان الأربعاء المساء سويت الجلسة. أول ما تطلعون كنا جروح، كنا يحرق، كنا متحسس، كنا يحك، كذي شعور غريب، بس مو وايد يعني، مو إنه سيء. الألم مو قوي إن أحتاج بين كيلر، لا. فاليوم الأول لما رجعت ما سويت شي. لما بللت وجهي حطيت فيسدين، قبل ما أنام حطيت شنو يا ربي مرطب. اليوم الثاني يبين، تشوفون وايد جروح، وايد يبين إن كل شي متأزم بالحياة وشكله ديزاستر، والمكان وين تشوفونه غامج يبدأ يتقشر. اليوم اللي بعده بدأ يتقشر، يعني بدأ الجلد خلاص يطيح وبدأ يتقشر، وحسيت إن البشرة شوية it's tighter، شوية مشدودة. قبل أمس نسيت أصور، بس هذا الكليب من أمس حسيت بشرتي قاعد تصير وايد أحسن، حسيت الأماكن وين كان فيها جروح already قاعد يخف. الترطيب وايد يساعد، يعني أنا كل ساعتين ثلاثة أروح أحط مويسترايزر، كل ساعتين ثلاثة أحط مرطب. فوايد ساعدني، واليوم كذي شكل بشرتي، وعادي حطيت عليها مكياج وأبدا ما متحسسة ومو متضايقة ولا شيء. شنو البرودكتس اللي بديت استخدمهم من اليوم الثاني؟ غسلت وجهي بغسول وايد لطيف، هاي غسول من الورد، من براند اسمه رن. فغسلت وجهي بهاي، ما استخدمت كمية وايد كبيرة، كنت وايد رقيقة، فغسلت وجهي بهاي. خيار ثاني تقدرون تستخدمون هذا من فريش، السوي كلانزر، ينفع حتى لو بشرتكم حساسة in general، أحس اثنينهم هذيل حلوين حق البشرة الحساسة. بعد ما غسلت وجهي أحط الهايلورونيك أسيد اللي عندي الحين من The Ordinary، وعندي واحد ثاني اللي هو بوفيه، basically سيرم يرطب بعمق وهم فيه هايلورونيك أسيد. بعد ما أحط هذيل الاثنين، ونفس الشيء أسوي ترى الصبح وبالليل، أحط الفيوسيدين على الأماكن وين سوينا الدرمابان، وأخليه لين ما اتسنكس إن، أعطيه كم دقيقة إنه هو يستوعب الحياة. حتى لما أحط السيرم ما أحط على طول كل شيء، لا أحطه، أنطر إن البشرة تستوعبه. بعدين كنت أحط يا دكتور جارد، تعرفوني وايد أحبه، السيراميدين كني ماسكته بالمقلوب إمبلا، هذا هو. فيا أحط هذا أو أحط هذا من بايوديرما. صبح أحط هاي السان بلوك من نيوجان. لو كان عندي تونر لطيف كنت بحطه، أكيد كنت بحطه، بس ما عندي تونر لطيف. كل التونرز اللي عندي يقشرون، فيهم فيتامين سي، فيهم الكحول، يعني أبدا مو لطيفين. فما كنت أحط أبدا تونر، كنت على طول أغسل وجهي، مرات أمسح بايوديرما إذا أبي، وبعدين مثل ما قلت لكم هو هذا الروتين. بما أن الحين بشرتي رجعت مثل ما هي، إنه خلاص مو متحسسة، ما تعور، ما فيها شيء، أحس إني أبي أكمل على الروتين، لأن واحدة من الكريمات اللي عطاني إياها الدكتور بعدني ما استخدمتها، يمكن من باكر ببدأ استخدمه. يعني هذه بشرتي اليوم، تشوفون في علامات حبوب، وصار لي شهر غير الحساسية قاعد تطلع لي حبوب صغيرة وthey're active. فأعطاني كريم في ريتينول أقدر استخدمه المساء. فلأن الريتينول قوي والكريم اللي عطاني تركيزه قوي، ما أبي أخرب مفعولها، عرفتوا؟ فبكمل على هذا الروتين، أحس it's very gentle، وايد لطيف، وما قاعد يأذي بشرتي،
وقاعد يرطبها. خطتي مع الدكتور قلت لكم قبل، الجلسة الجاية بتكون الفراكشنال ليزر. خذيت موعد أمس، الموعد راح يكون بديسمبر، ما حصلت موعد قبل، ومو مشكلة، اتس اوكي، مو مستعيلة. بالعكس أحس يعطيني فرصة أني أستخدم الكريم اللي أعطاني، الريتينول اللي أعطاني، ونحاول نشيل البقع وإحنا قاعدين. فهذه هي السالفة. اليوم حاطة فاونديشن شارلوت تيلبري اير برش فلawless فاونديشن، وايد أحبه، بحطه بالديسكربشن بوكس. وهم حاطة شوية كونسيلر قبله. الكونسيلر هاي وايد ثقيل، يعني تخطيطه 200 بس أحس إنه لازم أثبته بوايد باودر، أحس إنه يزيد، يعني مستحيل أحطه تحت عيني لأن أحس إنه وايد ثقيل ويخطط. لكن اليوم شفت واحدة حطته هو أول على الأماكن وين تبي تخفي العيوب، وبعدين حطت فاونديشن. وأنا ما كنت أسوي هاللقطة لأن كنت أحس إنه أوريدي هو وايد ثقيل، عرفتوا؟ بس اليوم جربته بطريقتها، فقلت أشوف شلون بشرتي بتكون لنهاية اليوم، شلون مكياجي بيقعد لنهاية اليوم. خل أوريكم الكونسيلر. ما قلت لكم أبي يوسف يرجع بسرعة لأن الجو حلو، يمكن نطلع نتقهوى. رسل لي مسج قال لي بتأخر. اوكي، من الفيديوز اللي أبى أسويهم بما أني رتبت الميك اب، أبى أوريكم درج الميك اب وشلون أرتب الأشياء، وبعدين اختصرت كل المكياج في درجة ونص. يعني لو بابا يشوفني صدق إنجاز، لأن أول كنت من النوع اللي أمشي وأشتري 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 وما أدري ليش وما أدري شلون يستخدمونه وما أدري إيش يسوون فيه. هذا هو الكونسيلر، تشوفون شلون اتس heavy، يعني يبين إنه ثقيل، عرفتوا؟ خذيت نتفة عشان أوريكم، أوكي؟ أوريكم يعني. بشيل ماي نيل بولش اليوم، سامحوني بليز. تشوفون شلون ثقيل؟ does it show؟ وايد ثقيل. لأنه كذي ثقيل كنت أحس إنه وايد يخطط تحت العين، استخدمته مرة واحدة وبعدين لا، وكنت أستخدمه على وجهي، بس إن نقطة نفس الكمية هذه حق كل وجهي وأحس يكفي، بس أحس إنه لازم أحط وايد باودر عشان أثبته. فاليوم حطيته وبعدين حطيت الشارلوت تيلبري، بس قاعدة أشوف المكياج شو منظره. والله I'm a little oily إذا أكون حقانية. Let's put some powder. أحس إن أساس الميك اب يعني الفاونديشن it's very smooth، فما أدري بشرتي صايرة أحسن، هو اللي قاعد يساعد اليوم، ما بعرف. تعرفون لما فجأة تحسون إنكم جوعانين؟ هذا شعوري. مو مستغربة لأني مو متريقة، اللي يعرفني من قبل يعرفني إني ما أتريق. أدري إنه وايد غلط، بس يعني بصراحة شنو هالعادة. يعني يوسف حياتي يسألني يقول لي أجيب خبز، أجيب مدري إيش، وأنا أحس إن لا ما نحتاج. You guys الأسبوع الماضي في بزنس في عمان تسوي تطبخ basically، فرسلت لي الباستا اللي تسويها، الآيس كريم اللي تسويه، وتسوي خلطات جبن. يعني لو كنت بتذكر الصبح كنت كليته على طول، وايد لذيذ. جربت الحارة وجربت اللي فيها ذرة، بس مزاجي الحارة اليوم. قولوا لي تسخنون الخبز actually تحطون الخبز في الثلاجة ولا تخلون الخبز برا؟ أنا أحط الخبز برا لأن ما أحب الشعور لما هو بارد، حتى لو I'll toast it، يعني أحبه برا وفريش ولين. بس قولوا لي انتوا شو تسوون؟ باخذ ماي خبزة، باخذ ماي جبنة، وراح أكلهم. oh my god جوعانة. على فكرة واحدة من الأشياء اللي بنغيرها هي السوفة ولا هذه الخطة. والسوفة صح لونها فاتح، بس أنا من الناس اللي كل شيء أسوي على السوفة، يعني آكل، أشرب، أستخدم الارمرست هاي حق كأنه كوستر، أحط كوب شاي، أحط ماي، أحط صحون، كل شيء أسوي. فيوسف كل ما يشوفني أعمل السوفة بهالطريقة كأنها طاولة it's like تبي تجننيني. anyway بنغيرها و I'm so excited. اليوم عندي meeting، فإذا حصلت I'm so excited ما شاء الله على وايد أشياء الحمد لله. بس اليوم
بنحل سالفة السوفة والأرضية، وطلبنا الإضاءة، طلبنا طاولة المدخل، هن كل يوعانا. أوكي باي.